أهلا بكم في الغرفة. أهلا بكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة، وعايز أقول كمان إن قصتنا النهاردة مميزة جدا، وكمان فيها درس مهم، والدرس ده عن الفضول اللي عند الناس. لازم ميبقاش عندنا فضول لأي حاجة، لأن الفضول ده ممكن يقودنا لمشاكل كتير. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف موضوع الأرض المحظورة ده يطلع إيه. يلا بينا. طول عمري وأنا بشوف الأرض دي مش شباك، أرض الباز، لكن ما بقدرش أقرب منها زي أي حد من أهل القرية اللي ما بيقدروش يقربوا منها برضه. معرفش إن كانت حكايتها شغلة بالهم زي ما هي شغلة بالي، ولا الحكاية بالنسبة ليهم بقت معتادة، وأنا اللي فاكرها دايما بحكم إن شباك أوضتي بيفتح عليها. إحنا اتولدنا ووعينا على الدنيا، والأرض دي عليها علامة استفهام كبيرة جدا. أهالينا بيحذرونا منها، وبيحذرونا نمشي من جنب سورها، خصوصا بالليل، ولو مثلا بنلعب كورة في الشارع والكورة دخلت من فوق السور ننساها، محدش يدخل يجيبها. تنبيهات وتحذيرات كتير، لكن ما كانش فيه سبب واضح، وتقريبا أهالينا نفسهم ما كانوش يعرفوا السبب. تقريبا كده الخوف من الأرض دي موروث قديم، أهل القرية ورثوه جيل ورا جيل، لدرجة إنهم بقى يفتكروا الخوف منها وينقلوه لأولادهم، ونسيوا السبب اللي خلى الخوف ده يبقى موجود. لكن لأن كل حاجة لازم يكون ليها سبب، كانوا بيقولولنا إن الأرض دي مسكونة بالعفاريت، لأن في وسطها قصر قديم اتهجر من زمان جدا، والعفاريت سكنته. وبما إن الأرض دي تابعة للقصر، فالعفاريت سيطرت عليها هي كمان. وده كان تفسيرهم أحيانا لما يتسألوا عن السبب. زمان كنت بقتنع بالكلام ده، لكن لما كبرت مبقاش يدخل دماغي. باختصار كده، أنا ياما وقفت في الشباك ليل ونهار بشوف الأرض وبلمح القصر من بعيد. عمري لمحت فيه شبح مثلا، ولا شفت عفريت ماشي فيها. ده مجرد قصر مهجور وحواليه أرض واسعة، وفي بلاد وقرى كتير بنشوف حاجات زي دي، لكن اتربينا على إن دي أرض محظورة وخلاص. إيه السبب؟ محدش يعرف. الحكاية سيطرت على تفكيري بشكل كبير، لدرجة إني بقيت بقضي وقتي طول اليوم قدام الشباك، يمكن ألمح حاجة تفسر ليا اللي بيحصل. زي ما أنا بحكي لكم دلوقتي وأنا واقف قدام الشباك، عيني على القصر اللي تقريبا الضلمة مش مخلياه ظاهر، لأنه طبعا مهجور ومفيش فيه إضاءة، حاله حال الأرض. في الوقت ده أمي دخلت عليا ولقيتها بتقولي: مش هتبطل تقف قدام الأرض دي يا وائل؟ يا ابني خايفة عليك تتمس ولا حاجة تلبسك. معرفش ليه حسيت إن كلامها ساذج، لدرجة إني قلت لها: بقى عندي 15 سنة وطول عمري ببص للأرض، كان حصل لي إيه يعني؟ ما تقوحش يا ابني، انت بس شايف نفسك كبرت ورجلك شالتك. طيب قوليلي على حد شاف عفريت في الأرض دي، أو اتلبس مثلا زي ما بتقولي. يمكن من سنين طويلة مفيش حاجة حصلت، بس زمان الناس كانت بتموت لو دخلتها، محدش حتى بيلحق يقول هو شاف ايه جوه. حتى بيموتوا موتة غريبة وشكلهم بيبقى مخيف. وطبعا ده سبب إن مفيش حد بيقرب منها ولا من القصر، حتى الورثة بتوعها نسيوها. مين اللي هيقرب من أرض ملعونة ومسكونة زي دي؟ اقفل الشباك، ربنا يهديك وشوف مذاكرتك. عملت زي ما طلبت مني، مش لأني مقتنع بكلامها أو مصدقها، لكن علشان تشني من دماغها وما تفضلش رايحة جاية عليا.
ولما حسيت إنها نامت والدنيا بقت هادية فتحت الشباك ورجعت أفكر في الحكاية من تاني. معرفش ليه جدي خطر على بالي. حاجة في بالي قالت لي إنه ممكن يكون عارف حاجة عن الأرض دي، وعلى الرغم من إنه معمر وعمره فوق 100 سنة وذاكرته بعافية شويتين وفاقد النطق، لكن قلت يمكن يفيدني بحاجة عن الأرض، أو يكون عارف معلومة محدش عارفها يقدر يوصلها لي من خلال إشارة أو حاجة. مهما كان هو مولود في القرية من أكتر من قرن، يمكن يكون عارف سبب الخوف اللي مسيطر على الناس لحد دلوقتي. بعد أذان الفجر أخدت بعضي ونزلت الشقة اللي تحت اللي عايش فيها جدي. دخلت وصبحت عليه، وهو كالعادة كان بيبصلي بس. احنا اتعودنا عموما انه بقى معتمد على النظر في كل حاجة، لدرجة اننا بقينا نفهمه من نظرته. وبعد ما عرفت من عينه انه بيرد عليا السلام قعدت جنبه، وبعدها قلت له: في حاجة شاغلة بالي يا جدي، عارف ان عندك اجابة على اسئلتي بس معرفش هتقدر ترد عليا ولا لا. نظراته ليا كانت بتقولي اكمل، علشان كده كملت وسألت: هي ايه حكاية ارض الباز؟ فجأة نظرات جدي اتغيرت، زي ما يكون شاف ملك الموت داخل عليه. مع نظراته اللي اتغيرت فجأة وتحولت لنظرات كلها رعب وخوف، لقيته بيرفع كف ايده وكأنه بيطلب مني ان اقفل الموضوع، لكن الفضول اللي جوايا كان اكبر من ان استجيب للي هو عايزه. بيني وبينكم حسيت ان الهلع اللي ظهر عليه وراه اجابة على سؤالي، بس هو لو يتكلم كان حكى ليا اي حاجة، لكنه للأسف ما بيتكلمش من قبل ما اتولد بفترة طويلة. حاولت معاه كتير لكن ردة فعله ما اتغيرتش، وحسيت من نظراته انه عايزني امشي. ده اللي خلاني اقوم واسيبه. طلعت على فوق علشان افطر واجهز للمدرسة. جهزت نفسي واخدت شنطتي ونزلت، وقبل ما اخرج من البيت عيني جات على جدي اللي كان قاعد وبيبصلي بطريقة غريبة. قلت في نفسي رد فعل طبيعي، لاني سألته عن حاجة القرية كلها بتخاف منها. خرجت من البيت واخدت طريقي للمدرسة، بس معرفش ليه كنت متعمد امشي من جنب سور الارض. يمكن كنت بتحدى الخوف اللي جوايا، او بحاول اثبت لنفسي ان كل اللي بيتقال شوية خزعبلات، ناس زمان اخترعوها وناس دلوقتي صدقتها. لكن الموضوع كان عادي زي كل مرة، برضو لا شفت حاجة ولا لمحت حاجة من الكلام اللي منتشر عن الارض. لحد ما وصلت المدرسة واليوم الدراسي بدأ والحصص اشتغلت، بس علي كان في عالم تاني. حتى شريف زميلي اللي قاعد جنبي أخد باله وقال لي: مالك النهاردة يا ابني؟ مش مركز خالص مع الشرح ودماغك تايهة منك على الآخر. مكنتش قادر أتكلم معاه، علشان لو حد من المدرسين سمعني ممكن يطردني بره المدرسة. الكلام عن أرض الباز أو الأرض المحظورة بقى عبارة عن جريمة. ده اللي خلاني أحط لساني في بقي وأقول له: مفيش، كل الحكاية إني منمتش كويس. كنت منتظر جرس الفسحة بفارغ الصبر، ولما الفسحة بدأت فضلت قاعد في مكاني ومخرجتش من الفصل لحد ما كل الطلبة خرجت، ولقيت شريف بيقول لي: ما تقوم يا ابني، هو انت لزقت في التختة ولا ايه؟ لا، أنا مش عايز أخرج. طيب خليني اطلع انا. وانت كمان مش هتطلع. ايه اللي بتقوله ده؟ هو انت خاطفني ولا ايه يا عم؟ أصل عايزك في موضوع. طب قول وانجز عشان عايز اروح الحمام. أرض الباز. بمجرد ما سمع الاسم وزي ما تكون رجله انسحبت من تحت منه ووقع من طوله وقعد في مكانه من تاني. كان بيبصلي زي ما يكون مش مستوعب أنا قلت إيه، أو مش مصدق اللي سمعه. فضل متنح لحد ما قلت له: هتفضل متنح كده كتير؟ انجز، الفسحة قربت تخلص. لقيته بلع ريقه وهو لسه مذهول وقال لي: ايه اللي جاب السيرة دي دلوقت؟ رديت عليه وانا مستغرب وقلت له: سيرة؟
دي حتة أرض في القرية زيها زي أي أرض، والقصر اللي فيها كل حكايته إنه قصر قديم أصحابه نسيوه، والناس زمان عملت من الأرض دي حكاية وإحنا صدقناها. ايوه، برضو ايه اللي جاب سيرتها دلوقتي؟ لأنها في وش شباك أوضتي، بصحى وبنام عليها على طول في دماغي، ومش قادر أقتنع بكل اللي بيتقال عليها. وافترضنا انك مش مقتنع، هتعمل ايه يعني؟ هتمشي على كل بيت تقول ان الارض ما فيهاش حاجه وانهم صدقوا اوهام اتقالت زمان؟ ولو افترضنا عملت كده، تفتكر هيصدقوك وهينسوا ان كل اللي دخلها مات بطريقه مخيفه؟ بالعكس، الناس هنا بيقدسوا كل حاجه ورثوها سواء كانت صح او غلط. كل ما هتكلم واحد هيقولك هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. معنى كلامك إنك زيك زيهم؟ لان دي الحقيقه. انت مش هتغير الكون ولا هتعرف تقنع الناس انهم يكذبوا حاجه فتحوا عينيهم ولقوها موجوده. ده غير ان اهاليهم كمان صدقوها. وبعدين بقى انا جدي الله يرحمه كلمني مره على الارض دي وقال ان اللعنه فيها اخدت اعز اصحابه. اسكت، ما تقولش جدك علشان ما افتكرش جدي. أصل الصبح بسأله عن الأرض وحسيت إن عينه هيطلع منها نار تحرقني. طبيعي يا ابني، ما انت عارف اللي فيها. وبعدين رايح تسأل لي جدك؟ هو جدك بيتكلم اصلا؟ لا، بس قلت جايز علشان عمره فوق 100 سنة ممكن يكون عارف حاجة ومحدش عارفها، يمكن أفهم من نظراته أي حاجة زي ما احنا متعودين. وفرضنا لو يعرف، تفتكر هيقولك يا ابني اقفل الموضوع ده بقى؟ يخرب بيتك، نسيت اروح الحمام. بقول لك يا شريف، انجز. أنا عايز أدخل الأرض دي. انت شارب حاجة على الصبح يا وائل؟ ارض ايه اللي انت عايز تدخلها؟ أرض الباز. الفسحة انتهت وكلامنا انتهى معاها، لكن الفكرة جوايا كانت لسه مكملة. ده اللي خلاني أكمل كلامي مع شريف بعد المدرسة وأقول له أنا هدخل وأثبت للقرية كلها إن خوفهم من الأرض دي كلام فارغ. في اليوم ده نويت خلاص إن أدخل الأرض، وعلشان محدش من أهل القرية ياخد باله قررت أدخل من السور الخلفي، على علم يعني إن هناك في حتة مكسورة من السور أقدر منها أدخل الأرض وأوصل للقصر. وبعد المغرب بلغت أمي إن هروح أذاكر مع شريف شوية، ولأني أول مرة أعمل حاجة زي دي كان لازم أمي تستغرب، لكنها وافقت علشان الامتحانات على الأبواب، خصوصا لما قلت لها إن عنده ملخصات محتاجة أذاكر منها. وطبعا لما وافقت إن أروح ما نسيتش تنبه عليا وتقول لي ابعد عن سور أرض الباز. على السلم وأنا نازل جدي كان بيبص لي بصة غريبة، يمكن لو بيتكلم كان قال لي اللي جواه، لكن أنا حاسس بالخوف بياكل ملامحه من ساعة ما سألته عن الأرض. بس ده جهلت الفضول اللي جوايا ناحيته، لأن كان جوايا فضول أكبر، وهو إني عايز أعرف إيه اللي ورا السور ده. إيه حكاية الأرض والقصر اللي كل الناس بتخاف منها؟ حتى الأطفال اللي بتتولد بيتعلموا إزاي يخافوا من الأرض دي زي ما بيتعلموا المشي كده. خرجت من البيت وأخدت اتجاه بيت شريف، لأني من غير ما أبص على شبابيكنا كنت عارف إن أمي واقفة تبص عليا، وأي اتجاه تاني همشي فيه هتعرف إني بكذب، لحد ما بقيت بعيد عن البيت. وبعدها أخدت الاتجاه اللي يوصلني للسور الخلفي بتاع الأرض. لما وصلت هناك الليل كان بدأ يدخل. بدأت أدور على الحتة المكسورة من السور اللي سمعت عنها، وفعلا لقيتها، حفرة يقدر جسمي يعدي من خلالها. ومن غير ما أفكر في خوف أو أحس بتردد دخلت من الحفرة، والأول مرة في حياتي رجلي تلمس أرض الباز، أو الأرض المحظورة زي ما بنقول عنها. وبعد ما دخلت معرفش إيه اللي خلاني ألتفت ورايا، ولما بصيت ورايا اتفاجئت إن الحفرة اللي دخلت منها مش موجودة، زي ما تكون اختفت. ما اكدبش عليكم، حسيت بخوف رهيب،
وأنا بسأل نفسي إزاي أنا شايف السور سليم والحفرة اللي أنا داخل منها دلوقتي مش موجودة. محاولتش أدور على إجابة لأن سمعت صوت حاجة ماشية جنبي. الدنيا كانت ضلمة وكان من الصعب إن أشوف إيه اللي ماشي جنبي، ومع الوقت عيني بدأت تاخد على العتمة وبدأت أميز المكان من حواليا. كان زي ما بشوفه من شباك أوضتي، أرض فيها عشب دبلان، لكن من مكاني ده القصر كان قريب مني. كان مبنى قديم وتقريبا ممكن ينهار في أي لحظة. بس الغريبة إن صوت الخطوات كان لسه مستمر. الحكاية كانت شاغلة بالي، لأن مكان مهجور زي ده أكيد فيه كلاب، وجايز كمان تكون مسعورة. وبما إنهم مش متعودين إن حد يدخل هنا، ممكن جدا يعتبروني شخص دخيل على مكانهم ويهاجموني. بمجرد ما فكرت في الكلمتين دول بدأت أشوف جسم غريب بيتحرك في الضلمة، وكان لونه أسود. أول حاجة جت في بالي هي إنه كلب، وبدون ما أفكر بصيت في الأرض حواليا علشان أشوف حاجة أمسكها في إيدي وأدافع بيها عن نفسي لو فكر إنه يهاجمني. لكن لقيت الخطوات قربت مني بشكل مخيف. رفعت عيني علشان أشوف نفسي واقف قدام كيان غريب، حاجة كده أشبه بالطور، قرونه طويلة وكأنها قربت تلمس بعضها وتكون دايرة كبيرة. ده غير لون عينيه اللي كانوا زي اللمبتين الحمر. في الوقت ده حسيت إن كل جزء فيا اتجمد وجسمي افتقد القدرة على الحركة. ده غير إن رجلي بدأت تنزل في الأرض كأنها بتبلعني. بعدها اتفاجئت إن في حاجة بتمسك رجلي وبتثبتها في الأرض، زي ما تكون بتمنعني من الهروب. لكن هروب إيه اللي أفكر فيه أو أحاول إن أعمله؟ أنا جسمي متكتف ورجلي مش شايلاني، والكيان الغريب ده بيقرب مني. وكل ما المسافة بينا تقل كل ما كانت حرارة الجو بتزيد. حسيت زي ما أكون قاعد قدام فرن والصهد طالع عليا. كنت حاسس إني عود حطب ناشف ببلع ريقي ومش لاقي فيه نقطة مية. مش قادر أوصف الفزع اللي كنت فيه، خصوصا لما بدأ يقرب مني جدا ويمد ايده ناحيتي زي ما يكون بيتعرف على المخلوق اللي قدامه. وفجأة بدأ يقول لي بصوت غليظ ومرعب: مين من بني آدم اللي اتجرأ ودخل الأرض المحظورة؟ زي ما يكون كان بيحقق معايا، لدرجة إن سؤاله خلاني أحس إن ارتكبت جريمة. لكن لقيت نفسي برد عليه وبقول له: دي أرض عيلة الباز. عيلة الباز اتلعنت من سنين طويلة. اللعنة طالتهم وطالت كل حاجة تخصهم، حتى المكان اللي كانوا عايشين فيه اتلعن، اللي هو القصر والأرض اللي انت واقف عليها دي. وبما ان دي أرض ملعونة فكل اللي بيدخلها بيتلعن. حسيت إن جسمي اتملى شوك من الخوف لما سمعت كلامه. ساعتها قلت له: قصدك إيه بإن اللي بيدخل هنا بيتلعن؟ عارف ايه مشكلة البني آدم؟ الفضول، ودايما بيصدق ان التحذيرات اللي الناس بتورثها جهل وخرافات رغم انها الحقيقة بعينها. زيك كده يا وائل، افتكرت ان اللي بيتقال عن المكان هنا مجرد كلام، رغم ان اللعنة حق على كل اللي يدخل هنا، زي ما هي كانت حق على عيلة الباز. يعني إيه اللعنة حق؟ يعني اللعنة صابتة، لكن مش هتحس بيها دلوقتي. أنا مش فاهم حاجة. ما هو انت لازم تفهم علشان مفعول اللعنة يشتغل، ودي مهمتي، اني اعاقب باللعنة كل اللي يتجرأ ويدخل هنا.
زي ما عاقبت عيلة الباز وبقيت مكلف بحراسة الأرض دي بالقصر اللي فيها. يعني انت لازم تعرف الحكاية علشان تبقى تحت تأثير اللعنة. وبدأ يحكي حكاية غريبة لسه فاكر كل تفاصيلها، وهي حكاية عيلة الباز أصحاب الأرض المحظورة. والحكاية باختصار كانت كالآتي: كبير عيلة الباز لما اشترى القصر بالأرض اللي حواليه من زمان جدا قرر إنه يحفر بير ورا القصر. ليلتها حلم بحلم شاف فيه تحذير من إنه يحفر في المكان ده، لكنه اعتبر الحلم ده مجرد تخريف وهلوسة. بالعكس، إصراره زاد أكتر إنه يحفر في المكان ده. وتاني يوم جاب جوز عمال علشان يحفروا، لكن كان في حاجات غريبة بتحصل. فجأة واحد من العمال يصرخ وكأنه شاف عفريت ويسيب المكان ويجري، والتاني يقول إنه شاف تعبان أسود ضخم بيخرج براسه من الحفرة وبيدخل فيها تاني، لحد ما سابوا الحفر ومشوا وما رجعوش. وساعتها كبير عيلة الباز قرر إنه يحفر البير بنفسه، وبرغم إن أولاده منعوه من إنه يعمل كده لكن راسه كانت ناشفة. وتاني يوم بدأ يحفر لحد ما أنا خرجت من الحفرة ولدخته. معانا التعبان الأسود اللي طلع يحذر العمال، وبمجرد ما اتلدغ لونه اتحول للأزرق وعروقه اتحولت للون الأسود بلون الدم اللي كان بيجري فيها وقتها. ما هي اللعنة حولت لون دمه للأسود. بعدها وقع مكانه والروح خرجت من جسمه. ودي مش كل الحكاية، الأكتر من كده إننا حكمنا على باقي عيلته باللعنة، اللي اتصاب منهم بالجنون من اللي شافه وخرج من المكان يمشي في الشوارع لدرجة إنه نسي اسمه. ومنهم اللي مات لحكم إن كل اللي كانوا في المكان يكون مصيرهم الموت أو الجنون، لأنهم نبشوا في مكان محظور على البشر إنهم ينبشوا فيه. أصل اللي تحت الأرض مش دايما بيكون ملك اللي شاري المكان، أحيانا بيكون له الأرض من فوق، أما اللي تحتها أحيانا بيكون يخصنا احنا. لحد دلوقتي كل اللي فهمته هو إن اللعنة بدأت بسبب الحفر في مكان كان محظور يتحفر فيه. بس إيه سبب إنه يبقى محظور؟ سؤال ما كنتش عارف إجابته، لكنه كان زي اللي بيقرأ أفكاري. لقيته بيجاوبني وبيقول لي: بطن الأرض مليان أسرار تخصنا، والمكان اللي كان بيتحفر بوابة لعالمنا، اللي يوصل لها هيوصل لأسرارنا ويمتلك سلطان علينا. علشان كده كان لازم كبير عيلة الباز يبعد عن المكان. ملك القبيلة بعتني أحرس البوابة وابعد عنها أي حد ممكن يوصل لها، ولو عن طريق الصدفة حتى، واقضي على اللي يحاول يقرب من بوابة عالمنا وعلى النسل بتاعه كله. بس كان لازم المنطقة اللي حوالين البوابة تبقى أرض محظورة علشان نبعد أي حد عن البوابة، لأن البني آدم كائن لعين ومليان فضول، وكان لازم يخاف من الأرض دي علشان يبعد. ما هو ما يقدرش على البني آدم غير الخوف، وهي دي مهمتي، زي ما مهمتي برضو إني ألعن كل اللي يدخل هنا. أعصابي ثابت أكتر ما هي سايبة لما سمعته بيقول إنه بيلعن كل اللي بيدخل هنا. وسألته بلسان متلجلج كده وقلت له: يعني إيه تلعن اللي يدخل هنا؟ نفس اللعنة اللي صابت جدك صابتك من غير ما تحس. ما كنتش قادر أتحمل الصدمة اللي حسيت بيها،
يعني جدي طول السنين دي متصاب بلعنة وما طلعش مرض من أمراض الشيخوخة. في الوقت ده بس عرفت ليه جدي اتفزع ورفع ايده في وشي علشان اسكت بمجرد ما سمع اسم أرض الباز. لكن لقيت نفسي بسأل زي ما أكون عاوز أتأكد، وقلت له: تقصد إن جدي دخل هنا واتلعن؟ كان في نفس مكانك ده وعرف حكاية الأرض، واللي يعرف حكاية الأرض والبوابة لازم يلاقي مصير من اتنين، يا إما الموت أو فقدان النطق، علشان ما يجيبش سيرة عنها لحد. ده قانون الأرض هنا من سنين طويلة، واللي بيدخل هنا بيتلعن وبيموت بطريقة تخلي أي حد يخاف يقرب من هنا. جدك بس هو اللي فقد النطق لأنه ما حاولش يقرب من القصر ولا البيت زي حالاتك كده. كل مكان في الأرض له لعنة مختلفة عن التانية. يمكن حظك إنك دخلت من المكان اللي دخل منه جدك ووقفت في نفس مكانه، والمكان ده عقابه إنك تفقد النطق بإرادتك. ما كنتش مستوعب اللي بسمعه، لكني قلت له: تقصد إني مش هتكلم تاني؟ هتخاف تتكلم علشان لسانك ما ينطقش حاجة من اللي سمعتها، علشان ساعتها هتشوفني قدامك وجهنم الحمراء هتكون أهون من اللي هتشوفه على إيدي. انت هتعيش زيك زي جدك. يعني أنا هبقى معمر زي جدي وأقعد نفس قعدته دي؟ العمر حاجة خارجة عن إرادتنا، واللي جدك فيه ده لعنة مش عمر طويل. وانت هتعيش فاقد النطق. هتشوفني قدامك من وقت للتاني علشان تفتكر وما تنطقش بحاجة، وحذاري من انك تنطق بكلمة من اللي سمعته. ومفيش عقاب اكبر من انك تختار تفقد النطق بإرادتك. في اللحظة دي لقيته اختفى من قدامي. ساعتها جسمي اتحرر من الجمود اللي كان فيه، وحسيت ان الايد اللي ماسكة رجلي ومكتفاني سابتني. حاولت اهرب، بصيت ورايا واتفاجئت ان الحفرة اللي في السور موجودة، زي ما يكون عيني اتعمت عنها بعد ما دخلت، بس دلوقتي انا شايفها. ما ترددتش ان اجري واخرج منها. ولما خرجت الشارع جريت على البيت، ولما وصلت لقيت امي قاعدة قدام باب البيت ولابسة اسود. استغربت هي قاعدة كده ليه؟ معقولة جدي مات؟ بس لو مات كان زمان الناس ملمومة قدام البيت دلوقتي. هو ايه اللي حصل في الساعة اللي انا غبتها دي؟ لما وصلت عندها قربت منها وقلت لها: قاعدة كده ليه يا ماما؟ لابسة اسود ليه؟ ايه اللي حصل؟ ساعتها بصيت لي باندهاش وقالت لي: كنت فين يا وائل طول الشهور اللي فاتت دي؟ وايه اللي عامل فيك كده؟ اتصدمت من اللي قالته وقلت لها: شهور ايه يا ماما؟ ده انا خارج من ساعة. ساعة ايه يا ابني؟ ده احنا قلبنا عليك الدنيا من شهور، لدرجة اننا اعتبرناك مفقود. ده انا لبست عليك الاسود. سبتها ودخلت اجري على جوه. لقيت جدي قاعد في مكانه بيبصلي وزي ما يكون عاوز يقول لي حاجة، لكنه مش قادر. ملامحه بتقول انه عرف من شكلي اللي حصل معايا. سبته ودخلت على مراية الحوض. وقفت قدامها ولقيت ان شعري ودقني طولوا جامد، فعلا زي ما اكون ما حلقتش من شهور. رفعت ايدي قدام وشي وشفت ان ضوافري كمان طويلة. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ خرجت وانا مصدوم، زي ما اكون دخلت فجوة زمنية الساعة فيها تساوي شهور. تجاهلت نظرات جدي ليا لاني عرفت ايه اللي حصل معاه، بس انا دلوقتي في اللي بيحصل معايا. وساعتها شفت امي تاني وقالت لي: نفس اللي بيحصل ده حصل مع جدك، اختفى شهور ورجع وهو ما بيتكلمش. في الوقت ده عرفت اللي فيها. الارض ملعونة وفيها فجوة بتاكل الزمن، او يمكن الفجوة دي بداية اصابتي باللعنة زي ما حصل مع جدي كده، بس مكنتش قادر ارد عليها. فجأة لقيت نفسي فاقد الرغبة في الكلام، مش عاوز انطق،
اللي بيحصل بالظبط نفس اللي الكيان ده قاله ليا، إني هختار السكوت من نفسي، لأني خفت أحكي حاجة عن الأرض والبوابة غصب عني. في الوقت ده فقت من تفكيري على صوت أمي وهي بتقول لي: كنت فين يا وائل؟ رد عليا يا ابني. ما قدرتش أجاوب على سؤالها، مش علشان معرفش الإجابة، بالعكس علشان خايف. كنت مستمر في صمتي حتى بعد ما عرفت إني اتفصلت من المدرسة، لأن الساعة اللي غبتها دي اللي اتضح ليا إنها شهور ما دخلتش فيها الامتحانات واعتبروني مفقود. بعدها اعتصمت في أوضتي، ما كنتش بخرج منها، وأنا عارف إني وصلت لنفس حالة جدي بالظبط، وبقيت أنا الوحيد اللي عارف إن جدي مش مريض. جدي صابته نفس اللعنة اللي صابتني، واللي شفته والفجوة الزمنية اللي دخلتها دي أثبتوا ليا إن كل حاجة بتتقال عن الأرض دي حقيقة. قضيت أغلب الوقت قدام الشباك اللي بيفتح على الأرض. كل ليلة كنت بشوف الكيان ده وهو ماشي في الأرض، كنت بعرفه من عينيه اللي زي اللمبتين الحمر. وفعلا زي ما قال لي بالظبط إني هشوفه كتير. قبل اللي حصل كنت بقف نفس الوقفة دي ومكنتش بلمحه، لكن كلامه بيتحقق دلوقتي. يمكن ده زود خوفي من إني أتكلم مع أي حد، وظهوره ده زي ما يكون بيفكرني باللي حصل أو بيحذرني علشان ما اجيبش سيرة اللي سمعته وحد يعرف مكان البوابة. برغم إن ما عنديش الجراءة إن أعمل ده، اتفاجئت بباب أوضتي بيخبط، وساعتها دخل شريف. أول ما شافني قفل الباب وراه، ولقيته بيقرب مني وبيقول لي: كنت فين يا وائل؟ ما كنتش بجاوب عليه، يا دوب بصيت له في صمت. علشان كده أكمل أسئلته وقال لي: انت دخلت ارض الباز زي ما قلت لي؟ اصلك اختفيت من بعد ما قلت انك هتعمل ده. ومجرد ما سمعت اسم الأرض ولقيتني برفع إيدي في وشه علشان ما يجيبش سيرتها، بالظبط نفس اللي جدي عمله معايا لما جبت سيرتها قدامه. لأني أول ما قال اسمها قدامي شفت شريف على هيئة الكيان اللي ظهر لي هناك، زي ما يكون حضر لي علشان يوصل لي رسالة تحذير ومنطقش بحاجة. عرفت ليه وقتها جدي اتخض لما قلت له على اسم الأرض. أكيد شافني على شكل الكيان اللي ظهر لي هناك علشان يحذره برضه. اللعنة اللي صابتني خلتني امتنع عن الكلام بإرادتي. ما كنتش عايز أكلم حد، وأمي فقدت الأمل إن أتكلم معاها. حتى شريف صاحبي زياراته ليا بدأت تقل مع الوقت لحد ما اتقطعت خالص، لحد اليوم اللي سمعت فيه أمي وهي بتصرخ. عرفت إن جدي مات في الوقت ده، وفي اليوم ده بس خرجت من أوضتي ونزلت ألقى عليه النظرة الأخيرة، وساعتها شفت لون بشرته بقى لونها أزرق وعروقه لونها أسود. الأغرب من كده هو إن محدش كان ملاحظ ده غيري. قدرت أربط بين الطريقة اللي مات بيها كبير عيلة الباز زي ما الكيان ده حكالي، والطريقة اللي شفت جدي مات بيها، نفس الشكل اللي الكيان قال عليه. ساعتها بس عرفت إن الموت كان نتيجة اللعنة اللي بتاكل في جسمه، وعرفت مصيري هيكون إزاي. بعد اللي شفته رجعت أوضتي وقفلت عليا وما حضرتش الجنازة. مكنتش بعمل حاجة غير إني ألعن فضولي اللي كانت نهايته لعنة، وأمنت إن تحذيرات الناس زمان لينا ما كانتش خرافات، لأن أكيد الناس مش هتحذرنا من حاجة مش موجودة ولا هتتكلم في حاجة من فراغ. قضيت بقى أيامي في الأوضة ببص على الأرض وأنا ممتنع عن الكلام. كنت بلمح الكيان ده من وقت للتاني وهو بيستمر في الظهور قدامي علشان يحذرني دايما، وزي ما يكون جدي مات علشان أكمل أنا اللعنة اللي ورثتها عنه، لعنة فقدان النطق بإرادتي، لأني ارتكبت نفس الاسم اللي ارتكبه لما دخلنا نفس الأرض الملعونة ومن نفس المكان، واتصابنا بنفس اللعنة. وصدقت إن مفيش خرافات وإنها حقايق إحنا بنتعمد ننكرها، لكن للأسف عرفت ده بعد فوات الأوان.
وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.